دخل يعمل حمام، لقى ايه؟ دخل دورة المية لقوه غرقان في دم. احنا بنقتل بعضنا علشان ايه؟ إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام جدا، ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيده، وان العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الدقهلية، مركز ميت غمرة، قرية اسمها قرية كفر ميت العز. قرية اسمها قرية كفر ميت العز. ايه اللي حصل في كفر ميت العز؟ اي قرية على فكرة يا جماعة، وده شيء مش في الصعيد بس، ده في وجه بحري كمان. قرية يعني مجموعة من الناس الطيبين اللي استوطنوا حتة ارض متطرفة كده وبقت قرية. الناس عارفين بعض، عاداتهم شكل بعض، ولادهم تحس ان هم العيال كل واحد في القرية يقول له يا عمي. الستات هناك عارفين بعض بالاسم وعارفين دي بنت مين ودي عيلة مين وابوها مين. الناس كلها هتحس انها بيت واحد. ايه اللي حصل في قرية كفر ميت عز مركز ميت غمر محافظة الدقهلية؟ اللي حصل ان فيه شاب او راجل عنده 48 سنة اسمه سعد. ده موظف في المدرسة، موظف ممكن نقول ان هو عامل خدمات معاونة، موظف في المدرسة الابتدائي بتاعت كفر ميت عز، مدرسة ابتدائي. طب المدرسة الابتدائي فيها كمبيوتر؟ لا. فيها خزنة وفلوس؟ لا. يعني المدرسة ابتدائي في قرية، مدرسة ابتدائي في قرية، هيكون فيها ايه؟ ما فيهاش حاجة، كراسي وشوية تخت، هيكون فيها غير كده؟ وغالبا عشان نبقى اكثر صراحة التخت بتبقى مكسرة والكراسي بتبقى مكسرة. طيب يعني المدرسة مش مغنم. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الاستاذ سعد دخل المدرسة. طبعا انتوا عارفين في رمضان المدارس مفيش غير الطلبة بتروح ولا المدرسين حتى بيروح، فالمدرسة فاضية. لكن الأستاذ سعد بيحب يروح المدرسة، يقول لك أنا ماليش دعوة، أنا أروح المدرسة أحلل لقمتي عشان لما آخد المرتب آخر الشهر أبقى على الأقل أنا مش تقصير، مش من عندي، أنا مش هروح أجيب العيال من البيت، أنا مش هروح أجيب المدرسين من البيت، أنا راجل عامل خدمات معاهم، أنا أقعد في المدرسة لغايه ما شغلي من الساعه 8 للساعه 2 واروح، بغض النظر اللي يجي وما يجيش ما يجيش. وهو قاعد في المدرسه زي ما تقول كده عايز يدخل دورة حمام، عايز يعمل حمام. طيب المدرسه فيها حمامات، دخل يعمل حمام، لقى ايه؟ لقى شاب اسمه تامر قاعد بيفك في الحنفيات بتاعت دورة المية. حنفية ام 5 جنيه ولا 10 ولا ب 20 جنيه ولا 30 جنيه. تعرفين المدرسة بيبقى دورة المية يعني الحمامات في حتة ودورة المية قدامها، بيبقى في 5 6 حنفيات كده محطوطين عشان العيال اللي يشرب ولا اللي يمسح هتغسل ايديه. حنفيات من اللي هي القديمة، مش هقول خلاطات، مش هقول سخن وبارد، ده مدرسة في قرية اسمه كفر بيت العز، يعني مش هنقول بقى خلاطات وسخن وبارد، ده حنفيات ممكن يكونش فيها مية كمان. فبيقول له يا انت يا عم انت مين يا ابني؟ لقاه فكك الخمس 6 حنفيات، يعني حسبة 100 جنيه، حسبة 200 جنيه، حسبة 300 جنيه. انت بتسرق المدرسة؟ انت بتسرق الحنفيات؟ يا عم سيبه يسرق، هو كان سرق خلاطات ايديا الستاندر. يا عم سيبه يسرق بدل ما تضيع نفسك، ده حرامي.
فما كان من الحرامي ان هو انتوا عارفين بيفكوا الحنفيات بيبقى معاه حاجه اسمها مفتاح انجليزي ولا مفتاح فرنساوي ما اعرفش، الحديده دي اللي بيفكوا بيها. راح يجري على الاستاذ ده وعلى دماغه دب دب دب، نزل ميت في الحال. راح فتش ولقى معاه موبايل والمحفظه فيها 25 جنيه، راح واخد الموبايل وخد 25 جنيه وراح مشي. طبعا اهل الاستاذ سعد بيدوروا عليه، المغرب هياد فينك يا استاذ سعد؟ يجري شمال ويمين لقوا الموتوسيكل بتاعه قدام المدرسه، يبقى عارف ان هو جوه المدرسه. دخلوا الفصول ودخلوا هنا وهنا، دخلوا دورة الميه لقوه غرقان في دمه. بسرعه الشرطه جت، هوب هوب هوب، ايه اللي حصل؟ ايه اللي كان؟ الراجل ميت على طول، ضربات متتاليه على دماغه بقى لحد. من خلال الكاميرات اللي قدام المدرسه شافوه وهو جايب الموتوسيكل المدرس، وشافوا فيه شاب قبليه وهو داخل المدرسه. ما هو منتهز ان الفرصه مفيش حد في المدرسه. الولد ده طلع ليه معلومات جنائيه، تم القبض عليه. اعترف وقال ايوه انا اللي سرقت الحنفيات. يعني احنا بنقتل بعض عشان ايه؟ هي ال 100 جنيه بتجيب ايه؟ ده ورقه البيض دلوقتي، ورقه البيض ب 150 جنيه. البيضه ب 5 جنيه. ورقه البيضه دي اللي فيها 30 بيضه ب 150 جنيه. بنقتل بعضنا عشان خاطر ايه؟ كيلو اللحمه ب 350 جنيه. بنقتل بعض عشان خاطر ايه؟ علبه الجبنه المثلثات اللي بنجيبها لعيالنا، المثلث اللي ما يوكلش طفله بترضع بقى ب 3 جنيه وب 4 جنيه المثلث الواحد. احنا بنقتل بعض عشان خاطر ايه؟ جرام الذهب بقى ب 2500 جنيه، احنا بنقتل بعضنا علشان ايه؟ عشان 5 6 حنفيات ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه ولا ب 300 جنيه، مش محصلين جرام ذهب، مش محصلين تمن 30 بيضه. تم القبض على الواد، اعترف. فين الحنفيات اللي سرقتها؟ قال بعتها لمين؟ لفلان. جابوا فلان قال ايوه انا اللي خدتها. تعال. فين الموبايل بتاع الاستاذ سعد؟ مخبيه في البيت، هاته. كان معاه فلوس، كان معاه 25 جنيه. مثل لنا الجريمه. فين المفتاح اللي ضربت بيه؟ ادي المفتاح الانجليزي. ايه اللي حصل؟ قال لك كنت بفك الحنفيات ودخل علي. بتعمل انت حرامي؟ ضربته. مثل الجريمه في انتظار العقاب. هنقول ايه؟ هنقول ايه؟ بنقتل بعض. هو ده الزمن اللي رسولنا حذرنا منه. لا القاتل عرف هو قتل ليه، ولا المقتول عرف هو اتقتل ليه. اللي قتل مش عارف هو قتل ليه، واللي اتقتل ما يعرفش هو اتقتل ليه. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.